السلام عليكم ورحمة الله. متابعينا الكرام على قناتكم معلومة ريفيو. النهاردة بنتابع معاكم آخر التطورات بالنسبة لإزالات محلات منطقة فيكتوريا في شارع ملك حفني اللي هي على حرم السكة الحديد. تعالوا نشوف معاكم آخر التطورات. كان آخر حاجة وصلنا لها كان المحلات اتشالت في الجزء بتاع مزلقان فيكتوريا لغاية قرب فتح الله او اسواق فتح الله ماركت. تمام، زي ما احنا شايفين قدامنا المحلات اللي هنا دي كلها اتشالت. تمام، وبدأ يبان المسار بتاع مترو ابو قير. تمام، شايفين ارتفاع التبة هنا ما بين المسار وبين الطريق، فكل ده هيبقى طريق خلاص بعد الانتهاء من مترو اسكندرية ان شاء الله. هيبقى في محور تحت المترو هنا ان شاء الله باذن الله، فهيبقى في طريق واسع كويس في الاتجاهين قبلي وبحر السكة. تمام، احنا اهو قدامنا معظم المحلات دي خلاص تم اخلاءها. احنا خلاص وصلنا قدام فتح الله اهو، وتم اخلاء معظم المحلات دي حتى من بعد فتح الله، وكل المحلات دي هيتم طبعا ازالتها او البدء في ازالتها بعد ما يخلصوا الجزء اللي ورا. تمام، خلاص كل المحلات اللي احنا شايفينها دي تم اخلاءها خلاص، وزي ما احنا شايفين كل حاجة فيها اتشالت، و يعني يعتبر احنا قربنا على محمد نجيب ومعظم المحلات خلاص تم اخلاءها. تمام، بنكرر برضو دعوتنا لأصحاب المحلات اللي تم اخلاءها وهيتم ازالتها. اي حد يعرف صاحب محل او هو صاحب محل نفسه يقدر يتواصل معانا عن طريق واتساب القناة اللي هنسيبه لكم على الشاشة دلوقتي. نيجي نعمل له فيديو، ما عندناش اي مشكلة ان احنا نيجي نعمل له الفيديو بالتعريف عن مكانه الجديد، عشان الزباين بتاعته تعرف مكانه الجديد او العملاء بتوعه يعرفوا المكان الجديد بتاعه. تمام، فما عندناش ادنى مشكله. ممكن تتواصلوا معانا الناس اللي تضررت او الناس اللي تم ازاله محلاتها على مسار مترو اسكندريه زي ما احنا شايفين كده، يقدروا يتواصلوا معانا، واحنا عندنا استعداد نعمل لهم الفيديو عن مكانهم الجديد ونعرف فيه الناس او العملاء بتاعتهم. تمام، هل هيتم بقى استكمال الازالات في الجزء ده اللي هو بعد محمد نجيب؟ ده اللي احنا هنعرفه في خلال الايام اللي جايه ان شاء الله، وهنشوف ايه اللي هيتم في الجزء ده من محمد نجيب لغايه سيدي بشر او منطقه سيدي بشر. فانا شايف ان هو برضه في هنا محلات تم اخلاءها او اصحابها خلاص قفلوها، فهنشوف الايام اللي جايه ان شاء الله ايه اللي هيتم. بنتابع معاكم كل التطورات بالنسبه للمشاريع اللي بتتم في اسكندريه، واهمها المشروع بتاع مترو اسكندريه. ما تنسوناش من اللايك والشير، تقدروا تتابعونا وتلاقوا كل جديد عندنا باذن الله. في فيديوهات كتيره عاملينها قبل كده تقدروا ترجعوا لها بالنسبه لمترو اسكندريه، وبالنسبه لاماكن ترفيهيه واماكن سياحيه كنا زرناها قبل كده. نشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ومكان جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.